في آل خرافة كثرت أمراض التلاعب واللعب، كبيرهم راش وصغيرهم مرتش في قصص من عجب. خرافة في غطر، رشا خرافين مستقبلهم في خطر، وتعمدا دون هفوات قدمت الرشا للقوات على شكل هبات ومعونات. الأموال دفعت من سيرك قطر إلى جعاجعة بيروت، فاقدي النظر ثمنا وتعويضا. وبصراحة قال ميشيل سماحة لوقاحة مواقفهم وتنفيذ دورهم في إيذاء غيرهم، والمقصود في هذه الحدود الجارة سوريا. يقول سماحة إن فيلتمان قليل السماحة فقد دوره وبات في إجازة ورياحة، ففريقه في لبنان سيدخل مطولا في استراحة. ومن بلاد العمسام أصحاب الدعم الكرام خرجت فيكتوريا نولاند ناطقة باسم خارجية أمريكان لاند لتقول إن من يحملون السلاح في سوريا حالاتهم ليست عديدة وللدفاع عن النفس، وكأنهم أصحاب عقيدة. وكلامها كصدأ أصاب حديدة. إذن تشرع الأخت شديدة وباتت في صف وجوقة للمعارضين والرديدة. فيكتوريا استبعدت حلا عسكريا، وكأننا في قارتهم وتحت سيادتهم وولاية في يدهم. وهنا تأتينا أصوات خرافية تتباكى وتتظلل بطلب الحرية، ولكن تحت سجية مخفية تسمى العسكرية. المالح بين طالب ومانح طلب التدخل العسكري ومنح الغطاء لأنه دولي. ها هي نتائج اجتماع تسمية المعارضة بإدارة مارقة. فلا نستعجب ولا نستغرب، فرخ الخرفون عوام، كبيرهم كيكذوب وصغيرهم هيكذوب. بالقرب من ساحة السلطان أحمد في اسطنبول حدث ما يذهب من التخطيط العقول. مرآب فندق أوشين 7 شهد خروجا نتنا ل3 سيارات تحمل شخصيات من نوع عفن، سيارات فضيات، وفي ساحة تقسيم وفي فندق مرمرة تم لقاء الثرثرة. لقاء فئران بدأ بسيران لينتهي ب4 طوابق تحت الأرض كأنها خنادق الرومان، وإذا على رأس النازلين جيفري فيلتمان وجل الموجودين أمريكان. الحدث تم في شهر نيسان. من غير الأمريكان حضر رياض الشقفة من الإخوان، ومستشارة للحريري في فريق 14 من خرفان، صديقة حميمة لفيلتمان. والمخطط كان وضع اللمسات الأخيرة لمخططات خطيرة، وحدد رقم غرفة أمل مدللي ب910، أي 10 من أيلول، الموعد المحمول لاغتيال العقول على طريقة يجيدها الغول. فيلتمان أبدى السعادة وعلامات الحنان، مطلقا صفة الشعبية على حركة لا راضية لربها وفي شعبها غير مرضية. إنها إذن نظارات الخرافين وعين الخرفنة لا ترى الواقع فتخطئ في تأكيد لمواقع، والحكمة أمر بات عنها ضائع.